نختم من ولاية غليزان حيث تتواصل فعالية مهرجان الفيلم الوثائقي سيدي محمد بن عودة في طبعته الثانية بمشاركة 9 دول بأكثر من 20 فيلما وثائقيا. سفيان مقنين والتفاصيل. مخرجون سينمائيون من أوروبا والعالم العربي حلوا ضيوفا بغليزان للمشاركة في مهرجان الفيلم الوثائقي وعرض أفلامهم القصيرة والطويلة. جمهور غليزان استمتع بعروض اليوم الأول في قاعتين للسينما وسط المدينة. أدعو للجمهور الغليزاني لحضور فعالية هذا المهرجان ليدي نظرة وتكون عنده نظرة أخرى إن شاء الله، ويكون عندنا أيضا ثقافة سينمائية. لما لا؟ فيلم هندي، فيلم كوبوي، فيلم هذوك ترفيه تنحي على بالك تفرج وتري يعني ما تكسرش راسك. فيلم وثائقي يخليك تخدم، يخليك تتعلم. خيرات بلادنا وراحة الآن كل هذا المهرجان سيعرض أكثر من 20 فيلما يتناولون مواضيع تتعلق بالمجتمع والواقع اليومي للناس، وهو فرصة للمهتمين بهذا الميدان للاطلاع على آخر الإبداعات السينمائية. لما تجد مهرجان مثل مهرجان غليزان سيدي محمد بن عودة يهتم بهذه المواضيع فهذه بادرة طيبة، ونتمنى أن يظل تقليد سنوي. كان سعيد لأن هذا المهرجان هو مهرجان تخصص الأفلام الوثائقية، وهذا قليل وجود مهرجانات متخصصة، لذلك أتمنى التوفيق للدورة الثانية والدورات القادمة، ونأمل إن شاء الله في الطبعات القادمة في استراتيجية المهرجان المرصودة لمدة 10 سنين من أجل فتح سوق إنتاج ومعرض سينمائي خلال المهرجان من أجل تشجيع الشباب المنتجين أو المخرجين من أجل إنتاج أفلامهم وإتاحة فرصة لهم للقاء مع كبار المنتجين السينمائيين. مهرجان الفيلم الوثائقي سيدي محمد بن عودة يسعى لترسيخ هذا الموعد بشكل دوري، وهو ما يسمح بإفساح